الكنافة البلدي بقى وجمالها، ويلا بينا نعمل أجمل وأحلى صينية كنافة بلدي. الصراحة أنا كنت قاعدة كده فلقيت زوجي داخل كده وبيقول لي خدي اعملي لي صينية كنافة بلدي كده. أنا أول مرة أجرب الكنافة البلدي. هي طبعا الكنافة البلدي مش موجودة غير في رمضان، فالكنافة العادية موجودة اللي هي كنافة المكنة موجودة طول السنة. فقلت بقى أما أقوم كده أجرب له كده صينية الكنافة الجميلة دي. حط لنا اللايك ويلا بينا نبدأ كده الفيديو. نسمي الله ونصلي على النبي ويلا بينا نبدأ بقى الفيديو. طبعا دلوقتي انا اخدت كده يعني ايه نص الكمية. هو مثلا هو كان كيلو من الكنافة، انا اخدت ايه نص كيلو. النص كيلو هبدأ بقى ان انا ايه افرطها. بس هي بصراحة جايالي ما شاء الله، مش اللي هي المعجنة بقى اللي هي يعني تحسيها كأنها عجينة كده، لا هي كانت جاية مفرطة كده. عشان كده بقى الراجل بتاع الكنافة بصراحة يعني مش قادرة اقول لكم، مش يعني ممكن تقفي كتير وقت كبير قوي عبال ما تاخدي منه، بسبب ان هي الكنافة بتاعته جميلة جدا. احنا كنافة المكنة موجودة على طول، ومتوفرة في اي مكان دلوقتي حاليا، ومتوفرة طول السنة. بس الصراحة الكنافة البلدي مش بتكون متوفرة غير في رمضان بس. بس بصراحة يعني احنا كلنا ايه متعودين على الكنافة اللي هي بتاعة المكنة. فما جربتش قبل كده ان انا اعمل ايه الكنافة اللي هي اليدوي ديت اللي هي البلدي. بس النهارده بقى قلت اما اجربها كده. بس بصراحه طلعت جميله جدا. كل اللي اكلها والله العظيم قال لي تسلم ايدك عليها، كانت جميله جدا واتعملت كده بكل سهوله. بدات اللي انا ايه يعني حاولي قطعيها كده بايدك، او عايزه تستخدمي مثلا المقص بتاع المطبخ. كلنا طبعا بيكون عندنا كده مقص كده مخصص للمطبخ كده. فبدات اللي انا ايه اقصقص بيه الكنافه كده. ما شاء الله كانت مفرطه كده وكانت جميله. اول ما جت كده بدات اللي انا ايه اطلعها كده من الكيسة كده وابدأ ان انا افرطها. بقت معايا زي ما انتم شايفين كده، بجد جميلة جدا. خلاص كده انا خلصت كده ايه الكنافة كده. هبدأ بقى جبت كده كوباية من السمنة. الكنافة بصراحة هي السمنة، اهم حاجة ظبطي لها السمنة. يعني انتي صينية الكنافة قصدي نص كيلو الكنافة هياخد معاكي كوباية من السمنة. طبعا زي ما انت شايفة لو ظبطتي سمنة الكنافة هتبقى معاكي الكنافة جميلة جدا. بدأت اللي انا ايه دلوقتي حالا بفرطها كده. خلاص انا حطيت عليها كده ايه يعني السمنه اللي معايا دي كوبايه، فانا اخدت منها جزء كبير كده وهبدأ ان انا افرط واغلف الكنافه كلها بالسمنه كده كويس. وبعد كده الجزء اللي فاضل من السمنه هبدأ ان انا احط كده في الصينيه. هوريكم دلوقتي. اهم حاجه تغلفي الكنافه بالسمنه كويس زي ما انت شايفه كده. طبعا السمنه كده والكنافه، لو السمنه بلدي بقى يا سلام، بتخلي بقى الكنافه بقى بتبقى جميله جدا. ريحه الكنافه بقى ما شاء الله وانتي بتعمليها كده ريحتها جميله. هبدا دلوقتي ايه اجيب بقى خلاص كده هي اتغلفت معايا زي ما انتوا شايفين، كل الكنافه اتغلفت كده بالسمنه كويس. وهبدا ان انا ايه اجيب بقى الصينيه بتاعتي. طبعا الصينيه حطي فيها من تحت يعني في ارضيه الصينيه كده جزء حلو كده من شويه حلوين من السمنه. هتديكي كده للكنافه شكل حلو قوي، وفي نفس الوقت تحميره كده يعني التحميريه بتاعتها بتبقى حلوه قوي. ظبطي الصينيه بتاعتك كده قبل ما تبداي ان انت توزعي فيها الكنافه. بدات اللي انا ايه اظبط كده الصينيه بتاعتي. طبعا بالنسبه للحشو الحاجه دي حاجه بقى ترجع لك، ممكن تحطي جوز الهند وزبيب وسوداني. وممكن بصراحه احنا هنشتغل طبعا بالسوداني، اللي حابب بقى اللي عنده مثلا مكسرات دي حاجه بقى ترجع لكم. بس بصراحه احنا المكسرات بتاعتنا اللي هو ايه السوداني. فطبعا انا هحط بس زبيب وسوداني المره دي، لان طبعا اللي طلبها مني مش عايز فيها جوز الهند. بس هي بصراحه بتكون جميله جدا فيها. اللي بيحب حاجه بقى يعملها براحته. دي حاجه يعني ده الاكل ده بقى ايه ده حاجه اختياري، وعلى حسب ما كل واحد بيحب الحاجه اللي هو ايه بياكلها. طبعا بدات اللي انا حطيت جزء كده من الكنافه وهبدا ان انا اضغطه كده وهبدا ان انا احط بقى الحشو بقى معايا. الحشو بقى دي حاجه ترجع لك براحتك. الصراحه سهله جدا وجميله يعني بكل سهوله كده بتعمليها جنب منك كده. بدات ان انا جبت ايه السوداني. كان عندي سوداني كده رحت يعني انا لما بيكون عندي السوداني ببدا ان انا اسخنه بس كده في الفرن. هو متحمص بس التسخينه بقى دي بتخليه كده مقرمش معايا وحلو. وحطيت كده شويه كده من الزبيب. بدات ان انا حطيت كده ايه الحشو معايا الزبيب
والسوداني كده خلاص. وهبدأ برضو اعمل بقى، احط الطبقة التانية من الكنافة وهظبطها بقى واحدة واحدة كده معاها وانا ماشية واحدة واحدة لغاية ما اظبط كده الصينية معايا. وانا وبحط برضو الكنافة ببدأ ان انا ايه اقلبها كده. لأول مرة بقى يشوف قناتي كده يشرفني فيها وينورني، قناة أكلات بسيطة منوعة. بجد انزلوا كده وهتلاقوا كده فيديوهات حلوة كده هتعجبكم. كومنتاتكم بتسعدني وبتفرحني، ربنا يا رب يسعدكم كده يا ربي ويفرحكم زي ما بتفرحوني بكومنتاتكم ولايكاتكم الحلوة. زي ما انتم شايفين بدأت اللي انا ايه اضغطها كده، اضغطي كده فيها عشان خاطر ما تطلع معاكي بعد كده القطعة كده تبقى ماسكة نفسها كده، مش مفرطة ولا حاجة. اضغطي على قد ما تقدري. بدأت اللي انا برضو وانا وبضغط كده لو بلاقي حتة كده ايه في الصينية مش متظبطة باخد لها كده شوية كده من الكنافة احطهم. النص كيلو كنافة اتفضل معايا كده شوية صغيرين. الصينية يعني الشوية صغيرين دولت ممكن ابدأ ان انا ايه اعمل بيهم اي يعني حاجة تانية، صينية صغيرة خالص ولا حاجة. انا طبعا مش عايزاها يعني تكون تخينة، الطبقة بتاعتها تكون تخينة قوي، يعني عايزاه السمك بتاعها كده ايه ولا تخين ولا رقيق، حلو كده وسط. طبعا بدأت اللي انا ايه زي ما انتم شايفين بضغطها كده هم شوية اللي اتفضلوا مع دولت من النص كيلو. وهبدأ دلوقتي ان انا اجيب بقى شويه السمنه اللي اتفضلوا كده. طبعا انا زي ما قلت لكم النص كيلو كده اخد معايا ايه كوبايه كده من السمنه، كوبايه من السمنه على النص كيلو حلوه معقوله يعني وحلو. خلاص كده انا هدخلها بقى الفرن كده، واول ما تاخد لون معايا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بس انا هبدا ان انا ايه بصراحه بحب ان انا اقلبها للجنب اللي تحت بيكون يعني الشكل بتاعه ايه افضل شويه من اللي فوق. وبرضه هدخلها الفرن تاني. هي طبعا زي ما انتم شايفين الشكل ما شاء الله. خلاص كده انا هبدأ ان انا ادخلها برضو الفرن على الجنب التاني كده تاخد كده ايه شوية. اللي هو كان فوق بقى هياخد كده شوية برضو في الفرن. طبعا انا كده مولعة الفرن حطها كده على الشبكة بتاعة الفرن، مقربة الشبكة من تحت شوية يعني تحت شوية عن الوسط. وبدأت اللي انا ايه اتابعها برضو عشان ما تتحرقش معايا ولا حاجة. عشان مستعجلة قلبتها، بس هي بصراحة القلبان بتاعها يعني بيديك الشكل اللي هو في الصينية من تحت بيبقى شكله حلو قوي. بدأت اللي انا جبت كده كوباية من السكر، يعني كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية وعصرة نص ليمونة. وبدأت سبتهم كده من وقت الغليان لغاية ما طفيت عليهم 10 دقايق كده. وبعد كده طفيت عليهم خلاص كده انا اديتها ايه السيرب بتاعها. وبدأت اللي انا اغطيها كده بكيس الاول من اكياس التلاجة، وبدأت اغطيها بحطيت عليها الطبق وسبتها. طبعا التغطية ديت عشان خاطر ان الكنافة تبقى معايا طرية. هي بصراحة كانت طرية من جوه كده ومن بره مقرمشة، كانت فعلا جميلة جدا ما شاء الله. طبعا ديت كنافة للناس اللي هي بتحب الكنافة ايه الطرية. طبعا بدأت اللي انا ايه يعني الصراحة السكينة اللي كانت معايا حسيتها مش ماشية معايا كويس فيها. فبدأت جبت السكينة الكبيرة وبدأت اللي انا ايه اقطعها كده عشان ما تتهريش معايا ولا حاجة. وطلعت ما شاء الله القطعة بقطعتها زي ما انتم شايفين، بجد كانت جميلة جدا ما شاء الله. حطوا لنا بقى اللايك الحلو كده عشان اللايك هو اللي بيرفع لي الفيديو ويشجعنا ان احنا ننزل كده فيديوهات كده مع بعض. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اخدت كده قطعة. طبعا القطعة كده ايه بدأت اللي انا هبدأ ان انا احط عليها كده لبن. خلاص كده احنا معانا ايه هي السكر بتاعها كده متظبط ما شاء الله. مش محتاجة ان احنا نحط السكر على حاجة، هو اللبن معايا كان دافي. بدأت اللي انا ايه احط عليها كده القطعة كده اللبن، وتحطي بقى عليها معلقة كده من قشطة وش اللبن، وشوية بقى من الزبيب، شوية من السوداني. الصراحة مش قادرة اقولك هي اساسا بتتاكل باللبن كده او الحليب. في ناس بيقولوا لبن وفي ناس بيقولوا حليب، احنا بنقول عليه عندنا بنقول عليه اللبن. طبعا الاسكندرانية بيقولوا عليه اللبن، فمش عارفة بقى انتوا بتقولوا عليه ايه. بدأت كده حطيت كده آه، شوية كده من الزبيب على القشطة اللي هي وش اللبن، وسيبيها بقى كده تشرب من اللبن كده. مش قادرة اقولك بقى على جمالها وعلى حرق يعني بصراحة لو جربتيها هتدمنيها من كتر ما هي فعلا جميلة. انا يعني انا ندمانة ان انا مش عملت الكنافة دي قبل كده يعني.
كنا دايما متعودين على كنافة المكنة، بس بصراحة هي جميلة جدا. حاجة بقى البلدي مفيش أحسن منها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.